ونعرف جميعا الكثير من القادة الذين ظهروا قبله كانوا يستهدفون من قبل السلطة الموجودة ضده. عام 1988 بدأت هذه الخطة، خطة التآمر على القائد أوجلان، لأن القائد أوجلان استطاع بفلسفته وفكره أن يكون مجتمعا هدفه هو التآخي والتعايش. اليوم جميعا أنتم موجودون هنا، وأعتقد جازما بأن من جمعنا هو القائد أوجلان. الكثيرين الموجودين هنا لم يأتوا هنا من أجل شخص معين من الموجودين هنا، إنما من أجل القائد، لأن هذا القائد جميعنا مديونين بهذه الحياة، حياة التعايش بين المكونات، جميعنا مديونين للقائد.